ايه الجمال والروعة والحلاوة ديت! ايه الفطير المشلتت بتاع ام حنين ده! حاجة تحفة، حاجة مورقة كده. شوفوا قبة ازاي يا جماعة. يعني هي شوفوا الفطير كده طري مية ومرقرق، كله ورق كده من جوه وخفيف ومفيهوش ايدام كتير ولا دهون كتير. ما شاء الله عليه، فطير زي الفل. وعملنا من كمية من كيلو ونص دقيق، عملنا 4 فطارات ما شاء الله عليهم، حجم عائلي. اول ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وحشتوني جدا 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 والله العظيم. ومعلش وما تزعلوش مني اذا كنت انا بتأخر عليكم في الفيديوهات غصب عني. ادعولي كده ان ربنا كده يوفقني واعمل لكم فيديوهات كل يوم وانزلها لكم يا حبايبي. انت هتعملي معانا ايه النهارده يا ام حنين؟ عامله لكم الفطير المشلتت بقى. وشوفوا يا حبايبي انا بعمل بقى الفطير ازاي. الطريقه سهله جدا، جميله جدا. بصوا الفطير ده خفيف، ما فيهوش ايدام كتير. العجينه سهله جدا. ومن كيلو ونص دقيق هنعمله 4 فطرات يا جماعه، حجم عائلي ما شاء الله عليها. وهتدعولي دعوه جميله، وكل اللي هيجرب طريقتي في الفطير هيدعي لي دعوه جميله. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى يا حبايب قلبي اقول لكم انا عامله ازاي ومقاديري ايه وعملته ازاي، كل حاجه بالورقه والقلم. يلا نصلي على النبي. شوفوا جمال الفطير يا جماعه. بصوا هو انا عايزاه، مش عايزاه خفيف، انا عايزاه يبقى فيه لحم. فانا ما فردتهوش في الصينيه جامد علشان انا عايزه فيه لحم. يلا نخش على المقادير بتاعتنا، ونخش على الطريقه الجميله بتاعت ام حنين، ونسموا الله ونصلي على النبي. وتعالوا بقى شوفوا مقاديري في الفطير المشلتت. دولت كيلو ونص من الدقيق زي انا ما قلت لكم، عليهم شويه ملح صغيرين خالص كده على ايديكي. ماشي يا حبايبي. وديت التركايه بقى، نص كيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره. ماشي يا حبايبي. وهنقلبه المكونات دي كلها كده على بعضها، شويه الملح على شويه البيكنج باودر ببركه ربنا. وهنقلبه كده المكونات دي يا حبايبي. جبت ازازه ميه اديني يبقى ايه بقلبهم اهو، هو مفيش غير شويه الملح وشويه البيكنج باودر. وهنزل بالميه كده واحده واحده مع التقليب زي ما انتوا شايفين كده، لحد اما الاقي العجينه بتاعتي بقت حلوه، لا هي طريه ولا هي ناشفه، علشان تفرد معايا بكل سهوله. واهم حاجه يا جماعه الدقيق يكون دقيق فيه عرق. العرق ايه يا جماعه؟ العرق المطاط، عشان ده فطير عايز الدقيق اللي انت بتعمليه بتستخدميه يبقى دقيق سايح كده عشان يفرد معاكي بكل سهوله. ماشي يا حبايبي، ده اهم حاجه. اما تروحوا تشتروا الدقيق من عند اي حد بتاع دقيق، قولوا له انا عايزه دقيق فيه عرق، عشان هتعمل لي ايه عشان الفطير يعني. سموا الله بسم الله. واديني بعجن قدامكم. شوفوا هي يعني كده العجينه مش عايزه معايا ميه، العجينه ما شاء الله عليها انا بقعد الت فيها لحد ما تنعم معايا خالص. ماشي يا حبايبي. انا عايزاها تبقى ناعمه معايا عشان لما اجي افردها ما تبقاش فيها حاجه مكلكعه، ما تبقاش فيها حاجه ناشفه كده معايا، تبقى كلها متجانسه زي بعضي. ماشي يا حبايبي. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين. المشاهدات واقعه خالص يا جماعه، يا ريت تشجعوني باللايكات الجميله بتاعتكم، وتتفرجوا على الفيديو للاخر علشان تستفادوا بيه. بصوا يا حبايبي، الكيلو ونص دقيق انا هعمل بيه دلوقتي 4 فطاير. تمام. الفطيرة لا هي كبيرة ولا صغيرة، الفطيرة كويسة. الفطيرة ممكن تأكل 3 تنفار. ماشي يا حبايبي. يعني حجم الفطيرة يأكل 3 تنفار وياكلوا ويشبعوا بألف هنا وشفا. انا قرصتها قدامك اهو، عملتها 4 فطيرات اهو، الكيلو ونص عملتهم 4 فطيرات. 4 فطيرات، اللهم صل على النبي عليهم. بس بقى عندك طبلية، عندك ترابيزة، عندك اي حاجة انت بتفردي عليها. انا بصراحة عندي طبلية، بس انا فردت على الترابيزة عشان اعرف اقف وايه واعمل وانا واقفة في المطبخ. بس بجيب النشابة بتاعتي كده وببدأ ان انا افرد. واهم حاجة عندي الحروف يا جماعة، اهم حاجة الحروف عشان لما اجي افرد فيها الوسطانية تبقى تخينة معايا ما تتقطع. ونلف بقى اللفة الجامدة دي بتاعت ام حنين بتاعت الفطاطرية بقى، اهم حاجة الفطاطرية دي. بصوا اتقطعت مني مش مهم، هي يعني اهم حاجة انها تبقى خفيفة، مش المهم ان هي تبقى مقطوعة ولا الكلام ده كله. لا تتقطع سيبيها تتقطع، المهم معايا ان العجينة في ايديا تبقى خفيفة يا جماعة، الفطيرة تبقى خفيفة، الرق بتاعها خفيف خالص كده. ماشي.
ما تبقاش تخينة عشان ما تطلعش ملكومة وتطلع. شوفوا يا جماعة، انتوا شوفوا يعني هي باينة هي ان هي خفيفة خالص اهو. انا بقعد اهز فيها كده ارح فيها علشان خاطر تخف اكتر، تبقى عامله زي ورقه السجاره كده في ايدي. دي اهم حاجه، ودي سبب نجاح الفطيره يا جماعه، عشان تبقى خفيفه معاكم وتبقى طريه في نفس الوقت وخفيفه، مش تقيله ولا ملكومه تحس ان انت ما بتاكليش فطير. انا عملت هنا المقدار بتاع الاربع فطاير ايه، كوبايه من الزيت ربع كيلو سمنه عاديه، لا هقولك بلدي ولا قشطه، دي سمنه عاديه يا جماعه. كوبايه من الزيت وربع كيلو سمنه، وسيحتهم على النار زي ما انتوا شايفينهم كده، وابدا ارش كده على العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، ارش زي ما انتوا شايفين كده، وحسب ما انت بتحبي الإيدام بتاعها. واروح تانية جنب، واروح رشه كمان شويه إيدام، واروح تانية الجنب التاني، واشوف الحته العجينه المكلكعه معايا، احاول ان انا افردها عشان ما يبقاش مكلكع. هرش برضو شويه إيدام زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، واجيب الاتجاه التالت، ماشي، واروح جايبه الاتجاه الرابع، واروح رشه شويه ايدام. شوفوا انا بفرد فيها ازاي، شوفوا انا بمط العجينه ازاي عشان تبقى خفيفه معايا. ماشي يا حبايبي، وادي كده اول فطيره خلصت معايا بالصلاه على النبي زي الفل كده. بصوا بصوا يا جماعه، شوفوا مرقرقه ازاي، وشوفوا داخلها هوا ازاي، ما شاء الله عليها. دي اول فطيره اهيت يا حبايبي، دي طلعت كده معايا بصراحه. باقي الفطير بصوا يا جماعه، شوفوا مرقرق ازاي، وشوفوا الهوا اللي فيه، ما شاء الله عليه. الطريقه سهله جدا ومش متعب، والله مش متعب. اهم حاجه الدقيق يا جماعه، الدقيق يكون فيه عرق عشان ما يتعبكمش. ماشي. ادي الفطيره اللي بعدها برضو قلت اما اعملها برضو قدامكم، عشان اللي ما خدش باله من الفطيره الاولانيه ياخد باله من الفطيره التانية. بس بصراحه الترابيزه كانت تعبانه، كل شويه تقعد تتهز على البلاط وتتزحلق، ارجعها مكانها تاني، هي تعبتني. ماشي. واللي يا جماعه ما بيعرفش يرح الرحه دي، يحطها على الترابيزه او الطبليه، ويبدا يفرد فيها لحد ما تبقى معاه قد القرص بتاع الطبليه، ويبدا ينزل الحروف بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. في يا جماعه ناس بيفردوها بالزيت وبالسمنه كده بالايدام، لا بتتهرى. انا بحب اعملها كده يعني شويه دقيق كده وانا ببططها، وافضل افردها كده لحد اما ايه، تبقى كويسه معايا زي ما انتوا شايفينها كده. لان بصراحه بيبقى فيه دقيق بيغلب وبيسيح معايا الفطيره. هتقولوا اتقطعت، مش مهم تتقطع يا جماعه، هي كل ما بتبقى خفيفة كل ما بتتقطع زي ما انتوا شايفين. انا اهم حاجة عندي العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها تبقى خفيفة ريشة. انا عايزاها تبقى خفيفة ما تبقاش تخينة، لان خفية الفطيرة العجينة وهي معايا هي اللي بتخلي الفطيرة، هي دي سبب نجاح الفطيرة. يعني شوفوا يا جماعة، دي حتة مكلكعة، شوفوا فردتها زي ما انتوا شايفين اهوت. جربوا الطريقة بتاعتي، والله يا جماعة والله يا جماعة الطريقة سهلة جدا، وطالع ما شاء الله عليه خفيف، والايدام بتاعه مش كتير خالص، والطريقة سهلة، وفي ثانية هتعملوها ولا هتتعبوا ولا تشيلوا هم الفطير، واعملوه عندكم في بيوتكم يا جماعة، احسن وانضف ومضمون. شوفوا يا جماعة انا بعملها ازاي، زي ما بعملها اعملوها، الطريقة سهلة جدا وما خدش في ايدي اي حاجة وما تعبنيش بصراحة. انا ما تعبتش فيه خالص، الحمد لله الحمد لله. كان طالع قرفته ما شاء الله عليها. ويا جماعه يعني بصوا شوفوا والله العظيم، انا لو ما كانتش كمان الترابيزه مغلباني انا كان زماني خلصت اكتر من كده. خدش في ايديا نص ساعه، سبته يستريح شويه في الصينيه، وفردته بقى دي في، يعني انا حطيته في صينيه يا جماعه يستريح، وبعد كده حطيته بقى في صواني الفرن. بس انا ما رضيتش افرده في الصينيه، هو يجي على قد الصينيه كلها، بس انا ما رضيتش افرده في الصينيه عشان انا عايزاه ما يبقاش يعني خفيف، انا بحبه تخين يبقى ملحم كده من جوه كده ما شاء الله عليه زي الفل، مع حته جبنه حادقه وشويه عسل على طحينه. بصوا ما شاء الله كان طالع تحفة والله العظيم. بألف هنا وشفا ليكوا يا حبايب قلبي. ويا ريت والله متابعيني حبايبي في ريحي كنت عملت لهم احلى فطير مشلتت وبعته لهم. الفطير المصري يا جماعة على اصوله، ده الفطير المصري بتاع بتاع الارياف بتاعنا احنا، ما شاء الله طول عمرنا واحنا بنعمله بالطريقة دي، وطريقة امي وجدتي وكلنا بنعمله بالطريقة دي. رخرة هو بيبقى خفيف خالص وتحفة. يعني شوفوا انا كنت ممكن افرد بيه الصينية، بس انا عايزاه الحجم ده، مش عايزاه كبير قوي عشان ما يبقاش خفيف، انا عايزاه يبقى ايه، ملحم من جوه كده وطري وخفيف ما شاء الله.